قضينا يوم جامد جدا في السخنة. تعال اقول لك ايه اللي حصل فيه واقول لك ازاي تفصل. الطريق ما كانش صعب جدا، هو كان بالظبط من القاهرة ساعة ونص ساعتين. كان فيه كذا كمين وكذا حاجة كده يعني، لكن الطريق كان سهل مفيهوش اي مشاكل. وصلنا بالسلامة وكان طريق حلو قوي. وصلنا المكان اللي كنا نازلين فيه دي يوز، وهقول لكم رأيي فيه في الاخر. اول حاجة تعملها اول ما توصل المكان الحلو ده انك تشرب القهوة الرايقة قدام الفيو الجميل ده. ما ينفعش توصل مكان زي ده ويكون قدامك الفيو الحلو ده وما تفصلش من كل المشاكل ومن كل الشغل ومن كل الحاجات اللي عندك. بتوصل مكان زي ده بتفصل على الدنيا كلها وبتحس كده ان كل حاجة اتشالت من دماغك خالص. وهوبا سكالوبا بقى وفقرة النزول البحر والبسين. مش هنقدر نعرض لكم الفقرة دي، لكن نخش على اللي بعده على طول. الطلعة الحلوة بقى والتمشية وقت الغروب كان احلى فيو كان واحد ممكن يشوفه وفعلا يفصل قدامه. انا على اسكندريه على كوبري ستالوسا. وهوبا الحته التيك توك الرايقه. ونيجي بقى لاهم جزء انا عايز اتكلم معاكم فيه. اتعلم تاخد وقت لنفسك، اتعلم وقت تفصل فيه من كل شيء. الانسان المستمر على روتين واحد او على حياه واحده بيتعب، بياخد كل حاجه على اعصابه برضه بيتعب. اتعلم تفصل، اتعلم تدي لنفسك مساحه انك تهيل مره تانية وانك ترجع مره تانية عشان تعرف تطلع احسن ما عندك. خليك عارف ان الدنيا شويه فوق وشويه تحت. لو اتعودت اللي هي تحت دايما هتعيش متشائم ومش هتشوف الامل في بكره ولا النور في بكره، هتعيش متشائم وشايف السواد في كل حاجه. ولو اتعودت ان الدنيا دايما فوق، وقت وقعتك هتكون مضاعفه شويه عن اي حد، لانك ما احترمتش وقعاتك وما عملتش حساب انك في يوم الدنيا ممكن تقع بيك. احترم وقعاتك وقدرها، وقدر الوقت اللي بتكون فيه كويس، عشان ده الوقت اللي بيخلق منك انت. الوقت اللي بتقع فيه احترمه وقدر ان انت طبيعي ان انت تقع، لكن بتقوم تاني. وكذا مرة وقعنا وقمنا وكذا مرة عدينا بحاجات كتير والحياة رجعت بينا تاني. قدر الوقت الحلو اللي بتكون فيه وقدر برضه الوقت الوحش اللي بتكون فيه، عشان فعلا الحياة حلوة والحياة تستاهل اللي احنا نستمتع بيها. اتمشيت شوية على البحر في الاخر. فعلا الفندق ده كان جميل جدا والاكل هناك كان جميل. اليوم كان حلو جدا، وفعلا كل واحد فينا محتاج ليوم يفصل فيه من الشغل شويه، من حياته، من تفكيره، من كل شيء. حاول تخلق لنفسك المساحه دي، ما تضغطهاش في حاجه واحده ولا روتين واحد، عشان خاطر تكون مبسوط في حياتك، وعشان خاطر انت محتاج ان انت ترجع تهيل تاني وترجع تكون حياتك وكواليتي حياتك احسن بكتير. اشوفكم في فيديو جديد. كان معكم مايكل، متنساش تتابعني. سلام.